ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ عودة حميدة. تقريبا أول فيديو صوره من الشقة الجديدة والأوضة الجديدة. طبعا شايفين الدنيا مختلفة خالص. تقريبا بقى لي أكتر من شهر مصورتش. في فيديو نزل من 12 يوم بالذات صورته قديم شوية بس فنزلته عشان ما اتأخرش كتير. فا ايه رأيكم في اللوكيشن الجديد؟ نبدأ إن شاء الله نرجع تاني وننزل مع فيديوهات مختلفة مع يوتيوبر مختلفين. النهارده عندنا ميدو ترافلر. ميدو يوتيوبر صانع محتوى مغربي جه مصر برضو. تجربته ايه هي لسه ما نعرفش. ايه اللي قبله هناك؟ اعتقد كلنا متوقعين كام حاجه بس حسب. لو معاه حد بيخلي ريحته اسهل زي مصري مع مصري، سواء بقى صديق يوتيوبر بقى يعملوا فيديوهات مع بعض، مرشد سياحي هيسهل له الدنيا عكس ما يبقى لوحده هيبقى معرض حد ممكن ينصب عليه او حاجه زي كده يعني. فاعتقد هو مع حد سهل له الدنيا ولا قابل معاناه. فنشوف مع بعض واتمنى الفيديو يعجبكم واتمنى الشكل الجديد يعجبكم. ايه رايكم انتوا في الشكل الاوضه؟ يعني مختلفه طبعا عن اللي فاتت. ان شاء الله تبقى فتحه خير وان شاء الله الدنيا تبقى كويسه يعني. بس فقبل ما نبدا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، تكتبوا رايكم في التعليقات تحت ويلا نبدا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم كنتواجدوا في دولة جديدة. مرحبا بنا في مصر وبالضبط في العاصمة القاهرة. الاخ سيد بقى مش عارف هو صاحبه ولا جابه عشان الفيديو بس ولا هو يوتيوبر ولا انا الصراحه مش عارفه. فاعتقد هو تواصل مع اي حد مصري، صديق مصري او حد ممكن في مصر يعني. انه اعتقد هو عنده جماهيريه. اعتقد ممكن سيد ده من الناس اللي بتتفرج عليه عارف ان هو مصري فتواصلوا مع بعض. بس فاعتقد الدنيا كده ان شاء الله الفيديو هيبتدي كويس وبسيط يعني مش هيبقى فيه اي مشاكل. هو صاحب الفندق اللي انا نازل فيه، عنده جوج ديال الفنادق، واحد حدا هو صاحب الفندق ده. ايه ده غريبه دي والله. كويس ان هو نزل معانا وصور معانا. اخر موقع زوين، سعر زوين والخدمه واعره. واكثر حاجه انه كاين سيد وكاين يعني الناس اللي خدامين معاه كلهم ناس لطفاء. فمرحبا بنا في فيديو جديد. وعندك اخويا تضربني الله يحفظك. زيد قطع. ايش هذا المبنى هذا سيد؟ وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف. حيت شفت مكتوبة فيها الله الفوق. فاحنا الاخوان في وسط القاهرة. احنا دابا الخط غنمشيو لفين؟ السيدة زينب. انا خد طاكسي ياك. وسط البلد دي يا جماعه لو حد جاي مصر حلوه قوي واتجددت وبقت فظيعه وبقى فيها شرطه في كل حته. فما تقلقش يعني الدنيا امان. عكس اما انت يعني انت كسيح هتستمتع والله، انما كيوتيوبر في صانع محتوى هيروح لك اسوأ واوسخ ويعني واقبح الاماكن اللي في الدوله. رايحه جه مصر هيروح اسوأ الاماكن اللي في مصر عشان يصور فيها. مش شرط نيته وحشه ان هو يبرز الوحش اللي فيها، لا ان هو بقى يوتيوبر فعنده روح المغامره فعايز يستكشف. انما انت هتيجي كسائح هتستمتع والله جدا. صافي انت تكلف، انت تكلم مع الطاكسي وانت ناري. عرفتي الا غتقطع الشارع في مصر سير يا ولد. عرفتي الا بغيتي تقطع الشارع في مصر شبيه بمحاوله انتحار. بس لازم الحركه السحريه هي هذه اليد. الا ما درتيش يديك كمان سيدة زينب. هذا مسجد السيدة زينب. هادشي كلشي كنت كنسمع به. من هي السيدة زينب؟ هذا مسجد السيدة زينب. السيدة زينب بنت الحسين. إمام الحسين. الإمام الحسين هاي السيدة زينب. هاي كمان هنا مكتوب هنا أي السيدة زينب. مسجد السيدة زينب رضي الله عنها. يعني هي بنت الإمام الحسين. أنا الإمام الحسين هو اللي زرته في كربلاء. يعني هذه بنته. يا حبيبي أنا بصور خليك. السيدة زينب ده جنب شارع المعز اعتقد في مصر القديمه في القاهره، بس ما فيش مسافه بينها وبين وسط البلد. تاكسي اختصر الطريق. طبعا على فكره يا جماعه والله كحوار الشحاتين دول على الطلاق ما بيعتقونا احنا كمصريين. فانت لو جيت عادي مش انت اجنبي ولا كده، وبالذات احنا كشمال افريقيا نفس الشكل بس هو ما بيعتقوش حد يعني. فربنا يهدي والحاجات دي موجوده في كل حته يعني. هذه حاره من الحارات بجنب مسجد السيدة زينب. السلام عليكم. انا الكرموسه الحوت. كم اش هذه الحوت؟ اش ثاني الحوت؟ ايش تسموا هذا؟ ايش؟ تنشوكي. تنشوكي. عرفتي اخر مره الحوت كليت فيها الكرموس من زمان.
لا قلت له انا خلاص. عرفتي الخوت الكرموس شحال داير هنايا؟ داير تقريبا قل من درهم الحبه، يعني 80 سنتيم. في المغرب راه ولا بحال غتشري الذهب. ما عرفتش 10 دراهم الحبه ولا بشي حاجه بحال هكا. انا الصراحه رخيص وحلو. هذه الاخوان مصنوعه من الروز والحليب. هذا الروز والحليب وفيه المانجا ياك؟ المانجا وبارد. بسم الله. ايه رايك فيها؟ وزي ما انت شايف الراجل جاي يتبسط، ده اللي انا شايفه، مش جاي بقى عنده روح المغامره وعايز يصور. هو حقه يعمل اللي هو عايزه يعني، بس انا بقول لك ده الفرق مثلا بينه وبين مثلا اليوتيوبرز اللي قبليه، سواء ساره او سواء حمزه، كلهم على راسي وكلهم محترمين يعني، بس انا بقول لك ده نوعيه السائح، انما هم مثلا ساره او حمزه نوعيه اليوتيوبر اللي بيحب يستكشف، وده حقه طبعا، وهو حر يعني. بس انما انت كسائح مش يوتيوبر، كواحد عايز يجي يتبسط في اي بلد، ولو اخص لما جيت تيجي في مصر هتستمتع، مش هتلاقي الحاجات دي، لانهم بيروحوا الاماكن المثيره للجدل عشان بس تصوير وكده وبتاع، ودي مش ده حاجه عادي يعني، حقهم وده عادي، مش غلط فيهم يعني، كلنا بنثير الجدل وكده، بس نوصل فكره للمشاهد، نوصل الدنيا ماشيه ازاي وكده وبتاع. هم ليهم اتجاه، واخونا ميدو ليه اتجاه. والله 100 زوينه اخوت. شفتوها الروز والحليب وبارده يعني، حتى في الجو الحار هذه فكره كويسه جبتنا هنايا. هذه مصريه 100%. والله يا برنس عندك افكار ما شاء الله عليك. مش موجوده في اي مكان في العالم غير في مصر. من اصعب المهام هو تقطع الشانطي في القاهره. نروح للجهه الثانيه ولا هنا؟ كده عشان ناخذ ميدان التحرير ونجري كده. اوكي. احنا دابا في شارع التحرير، وتما كاين ميدان التحرير، غنمشيو لميدان التحرير. احنا الخوت جينا من جهه السيده زينب، يعني من بلاصه شعبيه، ودابا خرجنا شويه لبلاصه نقولوا متوسطه، لان صعيب شويه انك تصور في بلاصه شعبيه هنايا. احنا مشينا لهذه البلاصه اخرى. ميدان التحرير هو هذا اللي مقابل معنا ياك؟ مجمع التحرير هذا المجمع القديم، اي اوراق مصريه ما يخص الهويات، الباسبور، البطايق، هذا اقدم مبنى في مصر، ولكن حاليا انتقل الى العاصمه الاداريه الجديده، لان احنا عاملين مدينه جديده زي سمعت بها. هذه عاصمه قد مصر دي مرتين ثلاثه، مناطق كلها جديده يعني، كل الوزارات والاماكن هذه انتقلت ما شاء الله للعاصمه اللهم الجديده. بارك. الله يبارك فيك. عليك نور يا اخ سيد. شرفتنا ونورتنا. بس الهوايه عند اصحاب السيارات، هوايتهم طيط 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 الكلاكسون. هذه فكره جديده. مجمع التحرير ده انا تقريبا ما دخلتوش قبل كده الحمد لله يعني، بس اسمع ان هو موت يعني، زحمه قوي، بس ده كان يعني، دلوقتي الحمد لله الدنيا احسن بكتير. والراجل هو رايح ويشوف ويعمل، وقدامك دار الاوبرا لو رحت، وكوبري قصر النيل، الدنيا حلوه. بس مش عارف هو ليه الفيديوهات اللي بيجي يصور في مصر بيروح اوسخ المناطق عشان اصور فيها. يا عم طب ما تعمل فيديو مثلا كانك سائح عادي زي الراجل المحترم ده، وفيديو مثلا كانك مغامر وتروح وتصور في الاماكن الضحله دي يعني، عشان بس ايه يصير جدل. وقلت لك كلنا بنصير جدل عادي يعني، مش حاجه وحشه ليهم يعني وكده، بس انا بقول لك عيش كانك سائح، اتبسط، روح اتبسط. يعني اقول لك ده الوحيد اللي ما بين حمزه وساره اللي راح اتبسط فعلا. حمزه وساره راحوا بيروحوا ارخص الاماكن، بيروحوا ارخص الفنادق، افقر الاماكن، بيستكشفوا، مش عشان هم وحشين او فكرهم وحش او كده، لا عشان هم فاهم يعني عايزين يعملوا محتوى من الاخر. والمحتوى مش هيجي لو الفيديو ماشي عادي، لا لازم في اثاره، في مشاكل، في اثاره جدل عشان يتعمل محتوى. وعلى فكره انا برضو بعمل كده، كله بيعمل كده، مش حاجه تعيبهم يعني، بس عشان اوضح لكم الفكره. قال لك الجمع هذا كيصليو على المشاهير صلاة الجنازة، أول مرة أعرف جمع بيصلوا فيه على المشاهير. يعني هو الإنسان يعني هذا يعني جمع 5 ستار. يعني يقول لك أنا عايز أخرج من عمر مكرم، يعني الغلبة ما يصلون عليهم هنا؟ لا بيصلوا بعد، بس هذاك كنت وصاية أكثر. أنا عايز أخرج من عمر مكرم، مش من أي مسجد. أنا عايز يخرج من قلب العاصمة، ميدان التحرير، بص على الآخرة. هو الوجهة نفس الوجهة، كلنا حنروح نفس الوجهة يعني، في هذا المسجد ولا في مسجد آخر. ولكن كل واحد يحب برستيج في الموت، حتى الموت فيها برستيج. ولكن الخوت المصريين عندهم اسماء، كل شيء على اسماء المطاعم. شوفوا هذا سعد الحرامي،
يلا اللي بغى ياكل عند سعد الشفار يجينا، ومعروف قال لك. عاد خلي مخبزات الصواريخ. اش الاخر؟ واحد بعرة القنبله، واحد مخبزات الصواريخ، واحد كشك الحرب. في سندويشه اسمها ديناميك. ديناميك. عندهم كل شيء داير بالاسلحه، ولكن الحرامي هو ابوهم. ايوه. على فكره مع ذلك برضه هو ما راحش شرم الشيخ ولا الغردقه، ولا راح مثلا العاصمه، ولا راح العلمين، ولا راح يعني ما راحش حتى المنطقه. يعني هو في مصر العاديه برضه اللي هي العاديه، بس حتى راح اللي هو السيده زينب بقى، اللي هي المدينه الافقر حته اللي هي فيها برضه مزار للسياح وكده، بس اللي هو دي تقريبا افقر حته راحها لحد دلوقتي. يعني فاهم، هو في مصر العاديه ومبسوط في وسط البلد ومدينه نصر ومصر القديمه. انما بقى اروح يعني جحر، عارف انت جحر التعابين، اروح كفايه اثار الجدل كفايه. نعاود لكم واحد القصه طرات ليا بالنسبه 60 داهيه. بالنسبه للتاشيره ديال مصر الاخوان، كاين جوج تاشيرات. كاينه تاشيره في السفاره يعني كيطبعوها لك في الباسبور، وهذيك يعني كتجي من المغرب لمصر نورمال ما كاين حتى شي اشكال. كاينه التاشيره الالكترونيه وهي اللي درت انايا. التاشيره الالكترونيه انا محنوني في بغداد، طلعت في الطياره 10 دقائق قبل ما تمشي تصوروا، كانت غتمشي عليا الطياره صافي. التاشيره الالكترونيه ما خاصكش تجيبها من المغرب، خاصك ضروري تدوز في شي دوله بحال من تركيا لمصر، وانا جيت من بغداد. اهو داخل حواري في وسط البلد، بس ما فيش عشان هي مش منطقه سياحيه، فمش هتلاقي فيها سكامرز او ناس تقعد تشحت منك او تنصب عليك. فحتى هو يعني الراجل حتى مديله اماكن حلوه اللي هي مصر العاديه خالص، بس مش شرط بقى تعالى روح المرج، ولا تعالى روح المطريه، ولا تعالى روح المناطق اللي هي هيشوفوك سائح فيها. مش هيعملوا لك حاجه، بس انت لما تبدا تعرض او عايز خدمه او كذا كذا، ممكن ينصبوا عليك حاجه ب10 يدوها لك ب20. في سكان ساكنين هنا، في سكان فيه. احنا الحين نروحوا ناكلوا كشري. انا دابا الاخوان بحال كتقولوا كنحقق واحد داكشي اللي كنت كنسمع عليه في مصر. كنت كنسمع ميدان التحرير شفتو، كنت كنسمع الفول وطعاميه فطرت بهم الصباح، كنت كنسمع بالكشري. انا غنحقق الحلم دابا. تصوروا معايا دابا السيد. كشري احسن اكله في العالم، مش من مصر والله، بس اقول لك حاجه، مثلا اشهر اكل في المغرب الكسكس، بس الكسكس محتاج لحم، واللحمه طبعا غالي. الميزه في الكشري ان هو رخيص، فده وسبحان الله ما تزهقش منه. ممكن تاكله كل يوم، يعني ممكن كل يوم تاكله كغدا كعشاء مثلا كده. ورخيص، كلها نشويات، مش بيديك طبعا انت الاستفاده الكامله من التغذيه طبعا عشان البروتين فيه قليل، بس على الاقل طعمه حلو وارخص من وجبات كتير وما تزهقش منه. فالصراحه يا جماعه الكشري ده 10/10. صاحب الفندق يعني عنده، عطيته باسبوري، مش هو بس الولد اللي خدام عنده. دابا قال لي فرج، السيد فرج. قلت له منين جبتي هاد فرج هادي؟ انا سمعت. قلت له منين جبتي فرج؟ قال لي لا انت ماشي سميتك فرج. قلت له سميتي حتى شي حرف فرج ما كاينش سميتي، حرف واحد مشترك ما كاين. عبد الحميد ياض. خلاص. مطعم الكشري. دابا الطبق الرابع. تصوروا معايا الخوت ليطاج الخامس، 4 ليطاجات عامرين والله. شافني مول المطعم سخفان قال لي اخر دور زعما. هذا هو الخامس. هذا هو الكشري ياك. حلم متحقق. اي اسم المكان ابو طارق، بس الوجبه كشري. هذا صوص طوماط. مش كان بتفرج وانا جعان والله، شوف يا جدع واستمتع، والتقديم والشغل. شكرا. شويه البصل. اوكي. عشان ننسى شويه البصل عشان ننسى اللي حصل. شويه المبهرات. احلى عيون. شويه المبهرات. بس هذه ما فيها القافيه. لا ما فيهاش قافيه. شفتي لازم تعمل القافيه فيها. شكرا. واسمك؟ عمر. او احلى عمر. شكرا بارك الله فيك. اهم حاجه الدقه اللي هي الثوم والليمون، دقه كده تعمل ثوم وليمون
دي بقى اللي بتعلي الطعم على الاخر. دي الصوصات بتاعتنا بقى، الصوصات المصريه، الصوصات الغلابه. دابا هذا هو الكشري ياك، هانتوما الخوت هذا هو الكشري. شوف اسهل لا لا صافي ماشي مشكل، لا لا خلاص. اهم حاجه لازم تميكسه كويس وتقلبه كويس عشان الطعم يخش في كل حاجه. يعني القطمه تشمل كل حاجه، انما انت واخده كده بالشكل اللي هو العادي بس هيبقى فاهم رخم كده. تقديم طبعا كده لازم تبقى شكلها شيك، انما وانت بتاكل لازم تقلبه كويس عشان وانت بتكبش كبش كده تاخد كل حاجه، مكرونه بقى وعدس وكل حاجه. عرفتي فيها الخوت الكشري فيه الحمص ولا ايه رايك؟ وين ممكن ما عجبكش قوي، انت باين ردة الفعل، بس هو لازم تقلبه كويس وتزود الدقه زي ما قلت. هو لازم الراجل بقى سيد اللي معاك ده لازم يشتغل معاك، لازم كان يزود لك الصوصات ويقلب لك كويس. كنت هتاخد تجربه الصراحه محترمه يعني. انا قبل ما ناكل، قبل ما نشوف يعني الكشري كانت عندي فكره اخرى عليه، يعني مش من المكونات اللي كاينه دابا. كنت اتصور فيه لحمه وفيه صوص، والله هذا هو التخيل اللي كان عندي. هذا رز ومكرونه وعدس حمص سلطه الطماطم. وكملنا الاكل الكشري عند ابو ايش؟ ابو طارق. هو هذا ابو طارق. هذا هو هذا كمان كل الممثلين جو اكلوا عنده. هادو الصور ديال الفنانين اللي كلاو هنايا. محمد صلاح، يعني احنا مشهورين ايضا. انا تبع برنامج صاحب السعاده. جورج قرداحي، هذه سميتها رجاء الجداوي. وهذا الباترون الشاب الكبير، الشاب الكبير ياك. احمد عدويه. نزل من هنا على اليمين. تبارك الله، شحال خدام هذا السيد، الله يزيدو. 4 ليطاجات عامرين، ما عندكش فين تجلس. اللهم طولك يا روح. خاصك تبدا تقول دعاء السفر لما تقطع الشارع في القاهره. دعاء السفر. حلويات العبد. دابا غنرجعوا للفندق حتى الغدا ان شاء الله، وندير تتمه الجوله. يا صباح النور، يا صباح الخير من القاهرة، ودائما مع الباشا، مع البرنس بتاع القاهرة حبيبي مع أجدع ناس وأحلى سلام لأحلى سيد. تسلم لي عبودي. أنا نمشيو للخد دابا نفطرو، وعرض عليا الأخ سيد لفطور مصري. الجو جميل. احنا دابا غاديين للفندق الثاني، غنفطروا في الفندق يعني هنا بتصحى من النوم في الفندق الاول وبتفطر في الفندق الثاني، وان شاء الله عقبال الفندق الثالث نتعشى فيه ان شاء الله. الحين بتقول لي صورني. اقول لك على حاجه. السلام عليكم اولا. انا كيف غني حالك؟ لك اغنيه. غني لي يلا. يا عم ماشي. ما فيش مبرور طلع للفرح. الله معك وياكي بجد الجرح في بحر الموجة كده غرقان عايش محبوس من الأيام. الله عليك، الله. انت موهبه ضائعه هذا في شوارع القاهره. ايش هذا؟ ده مشروب ستانلي. مشروب؟ ما بيتدخنش؟ لا ما بدخنش. ما بتشربش؟ أنا أختي بنشتغل بره هنا. ما بتشرب؟ ما بتدخن؟ ما بتشربش كحول؟ متقن؟ اقسم بالله. بيني وبينك ربنا يا عم. بيني وبينك ربنا. انت متقن يا واد؟ طب لا ما بدخن يا عم ولا بشرب اي حاجه ولا تشرب اي حاجه حتى. لا 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 مش حدوق. يلا هاك، يلا وصوتك 100. انا مش عارف والله الحوار ده هينتهي من مصر امتى. على العموم انت لازم تحمد ربنا ان انت نشأتك من اي مكان احسن من نشأة حد تاني. للاسف بيضطر عنده الحوجه يقعد يطلب او يشحت او ايا كان، فاحمد ربنا. فمش عارف والله اقول ايه والله، بس الحمد لله يعني ربنا يهدي الجميع. الله الله الله، ايش الحلاوه دي، ايش الخير هذا. المغرب يضيف. الله يعطيك الخير عبد الحميد الغالي والله. نورتنا. شكرا. بس هذا الشيء كثير، هذا كثير هذا الشيء. هذا
الفطار المصري التقليدي انا جهزت لك بايدي، الله يعطيك الخير. لا موظفين ولا شيء. ما عندي ما انا نقول. قلت لازم عبد الحميد يدوق شغل ايدي هنا. ما عندي ما نقول. هذا فول مصري، فول مصري هي الفول بزيت الزيتون. ايوه. هذه جبنه مصريه كمان بعد عليها زيت الزيتون الصحي طبعا. ايوه. هذا الخيار والطماطم، الطماطم سلطه مرتين مع الفلفل الحلو. وهذا الطعميه المصريه يا عبد الحميد. الطعميه والفول هم الاثنين نفس الفول، بس الطعميه مش كده مطحونه بقى ومحطوط عليها توابل وفي الزيت. والله افطار من الآخر. كنت اسمع الطعميه في الافلام وانا كليتها هي مصنوعه من الفول. الفول والخضروات، البقدونس والشبت. هذا العيش البلدي، بس انا قصرك عشان اسهل عليك تعرف تاكل على طول. شكرا على التسهيلات. باقي ثاني بالليل ودرنا في شارع المتنبي. المهم كان واحد الفيديو اللي كان غيكون واعر، والفيديوهات مشاو ليا وبقى فيها الحال بزاف وما خليت ما درتش. هذيك كارت ميموار ديتها هنايا في القاهره، كندور عند هذوك صحاب اللي كيصلحوا اللابطوبات وداك الشيء، ما قدروش يردوا لي داك الشيء، فللاسف مشى ليا الفلوق ديال بغداد. كنبغي نشكر الاخت ماجده وعائله زوينه، عائله صراحه الله فيها. خلصنا يا شباب، والراجل ميدو ترافلر راجل محترم، راجل جاي يتبسط، مش جاي يصير جدل وخلاص. ماشي جاي يصير جدل شويه، كلنا عايزين كده عشان نلفت انتباه المشاهد اللي هو حضرتك، بس انا برضه عايز اتبسط. يعني مثلا انا لو جيت المغرب احب برضه اصور واعمل واروح هنا واروح هنا، واحب اشوف كل الاماكن الحلو والوحش وبتاع، مش عشان غرض حاجه، عشان غرض ان انا كيوتيوبر بحب استكشف، فاهم، واصور وكده. بس لازم استمتع، ما احسش ان انا رايح شغل. انا رايح اصور، فكل تركيزي في الشغل بتاع، فانا كده ولا خرجت ولا سافرت ولا غيرت جو ولا عملت اي حاجه، انا رايح برضو شغل برضو، فمش عايز اروح افسد دماغي كده واستمتع. فالراجل الصراحه حقق مبتغاه، صور واستمتع، يعني ربنا يسعده، راجل جميل يعني. فاتمنى منكم، ايه رايكم في الفيديو؟ قبل ما اتمنى منكم، ايه رايكم في الفيديو؟ الراجل الصراحه عجبته مصر واستمتع جدا، وراجل جميل. فاتمنى الفيديو يكون عجبكم، وقولوا رايكم تحت بقى في التعليقات. ايه رايكم في ميدو؟ هل هو جاب التجربه كامله؟ هل انتوا بتحبوا مثلا يروح الاماكن الفقيره اللي كده ولا عادي؟ يعني الدنيا بسيطه يعني وكده. فقولوا رايكم تحت التعليقات، واتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، الحاجات الحلوه دي. استنوا الفيديو القادم ان شاء الله عشان نبدا ننزل من المكان الجديد. لسه الاوضه ما ترتبتش قوي يعني، بس الى حد ما كويسه. وسلام.